في مثل مصري بيقول لا تعاتب العايب ولا ترقع الدايب. شريف منير طالع بيقول لنا ايه الدوشه والضجه اللي انتوا عاملينها دي؟ كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا؟ ايه الغلط اللي هي عملته؟ تصرف عادي جدا ما فيهوش اي حاجه. يا استاذ شريف ما فيش اي غلط ولا اي حاجه، بنتك متربيه ومؤدبه وزي الفل، ربنا يحفظها يا رب هي وبطنها والتاتو والفستان وفخدها. وطالع كمان بيقول اوعوا تفتكروا ان انا ممكن اجي على بنتي عشان خاطر اكسب رضاكم. يا استاذ شريف احنا مش عايزينك تيجي على بنتك عشان خاطر تكسب رضانا، بس برضه مش عايزينك تيجي على دينك واخلاقك عشان خاطر بنتك. انت مسؤول قدام ربنا وهتتحاسب عليهم والله. وبيقول كمان ان هو مبسوط من اللوك بتاعها جدا، قمه الاستفزاز. لا حول ولا قوه الا بالله. واضح ان شخصيه دانيال في فيلم ولاد العم طاغت على حياتك الشخصيه يا فنان. لا ومش بس كده، بيقول للناس اللي شتمت بنته وقلت ادبها قبل ما تتكلموا بصوا على نفسكم الاول، على عيلتكم، على اولادكم، على اخواتكم، على الناس اللي حواليكم قبل ما تنتقدوا وتغلطوا وتقولوا ما تربيتش بثلاثه تعريفه تربيه. لا انا بنتي متربيه كويس جدا، بس هي بتتصرف باللي هي حاسه بيه. المهم ان هي ما تكونش بتاذي حد. لا يا فنان، احنا في مجتمع في ناس وفي عادات وفي تقاليد لازم نحترمها. سيادتك لما تعمل حاجه غلط وتقول انا حر ما بضرش حد، لا حضرتك انت كده بتضر اللي معاك، بتخليه يكتسب العادات السيئه اللي انت شايفها من وجهه نظرك حريه شخصيه. وحتى لو ما بتضرش حد بس ممكن تقل من قيمتك عند ربنا قبل الناس. سعادتك لازم تبقى عارف كويس ان في فرق بين الحريه الشخصيه وبين الحرام، عشان ما تروحش تعمل الحرام وتقول انا ما بضرش حد ودي حريتي طالما ما باذيش حد. حريتك دي تبقى في حاجه حلال ساعتها تبقى براحتك، لكن تيجي في حاجه حرمها ربنا وتقول لي حريتي، ده في منتهى العبوديه واسمه ذنب. انا مش حر، ديني وتربيتي واقفين بيني وبين الحريه دي. علموا ولادكم يا جماعه ان الصح صح في كل مكان وزمان، وان الثوابت ما بتتغيرش مهما حصل. الفكره كمان يا جماعه ان الناس دي قناعتها كده وافكارها كده، بيعتبروا ان كلامنا ده نوع من التخلف والرجعيه. لا حول ولا قوه الا بالله. لما الواحد كان بيغلط او بيعمل حاجه حرام كان بيتدارى، دلوقتي البجاحه بقت اسلوب حياه. بعد ما فيديو شريف منير وصل على صفحتي 2 مليون مشاهده اتاكدت ان الرساله وصلت خلاص، فقلت انا مش طالع تاني اتكلم عن الموضوع. هي كانت فكره ووضحتها، والصح صح والغلط غلط وكل واحد حر يختار اللي هو عايزه، بس الاول يعرف نتيجه اخطائه دي هتوديه لحد فين. وما عنديش مشكله مع حد، حتى فيديو اسمه شريف منير انا ما طلعتش علقت عليه، انا طلعت ارد على الكلام اللي اتقال بس لحد ما جالي الفيديو ده. اسمعوا معايا كده رضوى الشربيني. لو اسوأ الظروف اسماء شريف منير او اسماء شريف منير طلع تعمل الكلام ده عشان تاخد الترند، مبروك عليها، عرفت نجحت. لو بتمر بحاله اكتئاب حقيقيه وقررت ان دي تبقى بدايه جديده، برافو. لو لا ده ولا ده وهي بتعملها كده عشان مزاجها، برافو. لو لا ده ولا ده ولا ده وانا مفيش اي حاجه يا جماعه، انا بعمل قصه شعر عجباني، برافو. لكن اللي اكتر بقى نقول له برافو شريف منير. هي كاريزما ودي حاجه من عند ربنا، بس ليه مش عارف بحسها متناقضه بين اللي بتقدمه وبين واقعها. يعني انا شايف ان هي بتعرض ظروفها الشخصيه علينا اللي واضح ان هي متاثره منها جدا. حتى لما شفتها افتكرت على طول كلامها اللي قالت فيه ان البنات ما بتحبش اللحمه الضاني. انا مش عارف المعلومه دي جابتها منين، واضح ان فريق اعدادها مش شايف شغله كويس. قالت ان البنات ما بتحبش اللحمه الضاني لكن بتحب ترتبط بالخروف. واضح يا استاذه ان كل اللي قابلتيهم في حياتك كانوا خرفان، وده يمكن السبب اللي منعها من الظهور فتره لكن رجعت تاني، وعشان ترجع تاني اقوى من جديد كانت محتاجه ترند قوي. ما كانش قدامها غير موضوع شريف منير، فنان مشهور وعنده فولورز كتير واكيد هيتعاطفوا معاها وتدخل الساحه من جديد. برافو عليكي انت يا رضوى يا شربيني، كسبت دنيتك واحنا اللي متخلفين. بس عايز اقول لك كلمه اخيره، الفخر كل الفخر في التربيه والاخلاق، هي اللي بتعمل من الراجل راجل بمعنى الكلمه والست ست في كل حالاتها.